والمسلمات رحمكم الله، الأخلاق هي حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير تفكير ولا روية. كما عرفنا أن الأخلاق تنقسم إلى قسمين: الأول الأخلاق المحمودة، والثاني الأخلاق المذمومة. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الشمس الآية 8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فألهمها فجورها وتقواها. ومن هذه الآية نعرف بأن النفس أو صفات الإنسان قسمان: حسنة وسيئة. أيها الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، كما عرفنا أيضا أن الأخلاق الكريمة توجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد لنا من أخلاق، ولا بد لنا من سيئة الأخلاق. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب الآية 21: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية أيضا تأمرنا أن نتخلق بأخلاق كريمة. كيف نعيش في الدنيا بدون الأخلاق الكريمة؟ وكيف الطلبة يتعلمون في المعهد بدون الأخلاق الكريمة؟ وكيف المعلمون يعلمون الطلاب في المعهد بدون الأخلاق الكريمة؟ لا أبدا. إن الأخلاق الكريمة ملتصقة بجميع جوانب الحياة. كثيرة من الشباب الآن يتعاملون بينهم خالية من الأخلاق الكريمة، فنحن إذن كالحيوان في الغابة، الأقوى يتسلط على الضعيف، وكذلك الإنسان بدون الأخلاق الكريمة، فالأغنياء يظلمون المساكين ويتسلطون عليهم. فماذا نفعل؟ ولذلك تربية الأجيال الأمة الإسلامية بالأخلاق الكريمة في المعهد هي مسؤوليتنا جميعا. لأجل ماذا؟ لتحقيق حياة سعيدة في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، أما شخصية شباب الأمة الإسلامية يجب عليهم أن يتخلقوا بأخلاق كريمة، لأن الشباب الآن آباء في المستقبل. كما قال ابن عرار: شبان اليوم رجال الغالب، بنات اليوم أمهات الغالب. فإن الشباب انعكاس وتصوير من حياة الأمة، لأن ذلك يجب على الوالدين أن يعود أبنائهم بأحسن الأخلاق الكريمة لتحقيق حياة سعيدة في الدنيا والآخرة، ولا يترك ذرية ضعاف في حياتهم. وليس الضعيف في الجسم فقط، بل ضعيف في العقيدة، وضعيف في المال، وقليل في العلم، ورديء في الأخلاق. لأن ذلك يجب على الوالدين أن يشرف أبنائهما منذ ولادتهما إلى
رحمكم الله. من خطبتي هذه نستخلص بعض النقاط. الأول: التربية الإسلامية بالأخلاق الكريمة في المعهد هي مسؤوليتنا جميعا. ثانيا: لولا الأخلاق الكريمة لكان الإنسان كالبهائم. وثالثا: إن الشباب انعكاس وتصوير من حياة الأمة، فلا بد من تزويدهم بعقيدة صحيحة وأخلاق كريمة وعلوم راسخة. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، أكتفي من خطبتي هذه. أطلب منكم العفو ونستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبالله توفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang baru saja tampil atas nama Wirda Sirrana. Selanjutnya kita panggilkan peserta dengan nomor tampil UPB